كنظن مؤخرا هذا العام هذا ولا العام اللي قبل كانوا زادوا تخصصات اخرين بخصوص الامازيغيه، وكاين زادوا تخصصات اخرين. نسولك باقتضاب شنو هما الدروس اللي تتقراو تماك بشكل عام؟ الدروس بطبيعه الحال كلهم يتمحورون حول الترجمه. ها، اولا أمثلة. امثله، كتقرا اولا اللغات اللي تختاريتي. مثلا تقرا العربيه والانجليزيه والفرنسيه. كتقرا الترجمه العامه. ما معنى الترجمه العامه؟ بمعنى النصوص ديال الصحافه، ديال الاخبار، ديال الاعلام عامه، هذو كتسمى ترجمه عامه. كتقرا terminology بمعنى علم المصطلح. هذا ضروري بزاف، لان من بعد ملي كتولي هو مترجم كتولي انت يعني انت عندك واحد الدور ديال انك تنتقي المصطلحات. كتولي انت فهمت. مصطلحي، ماشي كتبقى مصطلح. غير مترجم فقط، وانما كتولي مالتي. you آه. conduct multi tasks. وكتقرا absolutely. بطبيعه الحال theoretical، كتولي عندك واحد theoretical background. كتقرا تراديكتولوجي بمعنى نظريات الترجمه. كتقرا الترجمه المتخصصه بمعنى الترجمه ديال القانون، كيركزوا عليها بزاف، او الوثائق القانونيه. وكتقرا الترجمه السمعيه البصريه بمعنى مثلا ترجمه الافلام والفيديو. وكتقرا عاوتاني الترجمه الفوريه. ولكن جميل. هادو ما كيركزوش عليهم بزاف، وانما كيركزوا على التحريريه. لك ترجمة عامة يعني كل شيء ما يتعلق بالترجمة. نعم، اي حاجه كيحتاجها المترجم كيقراها في المدرسه يعني لانها دوك متخصصه. تتسلح بدوك السكيلز اللي غادي تحتاج باش تكون مترجم. يعني دابا بغيت نسولك سي عبد الرزاق هذا السؤال الشخصي: شنو هما challenges that you faced at FAD institution؟ اعطيني واحد set of challenges اللي كانوا real ones، اللي كل طالب خاصو يتوقعهم ويستعد ليهم. بطبيعه الحال اول تشالنج اللي الا بغينا نهضروا بصفه عامه، يعني بما انك you move yourself from one city to another city which is totally different. اول حاجه هي خاصك بعدا خاصك الا مثلا كنهضروا على الانسان اللي كيسكن في الداخل وغيمشي للشمال، خاصو بعدا يستعد لحد الجو الجديد. الجو جديد اتموسفير. اولا، الاتموسفير جديد، يعني مدينه تقريبا مختلفه. ثاني حاجه صراحه بخصوص التكوين، اللي هو انا I found this really really challenging، واللي انا صراحه كنلقى فيه مشكل هو الكوانتيتي. آه. انا صراحه يعني هذا امر متعلق بيا. كاين مثلا اللي كيتحمل هذاك الكوانتيتي، كاين اللي عنده كتير هذا داكشي بزاف. كثير بزاف. كاين اللي آه. عنده هذه القدره كيتحمل الكوانتيتي. ولكن بالنسبه لي انا شخصيا يعني لقيت بان هذا من اكبر التحديات. تا انا عندي لان هاد التحدي الكوانتيتي بزاف كيف في البي اي داكشي شي حوايج اللي تو ماتش فور unnecessary things. الجو يعني الاتموسفير هذا اكبر بيتبدل اكبر عليك. تحدي صراحه، اكبر تحدي هو الكوانتيتي هو كتير داكشي الكوانتيتي. ما عندكش ما تيبقاش الوقت يولي جالس ليه. كتولي ستريسد، كتولي ما عندكش الوقت، كتولي مضغوط، كيولي يوجيك افكار ديال انك تكيتي كاع. المهم هذاك الضغط الكبير بزاف الناتج على الكوانتيتي هو اكبر تحدي انا بالنسبه لي، لاي واحد كيدخل هذا سبحان البحث. الله، انترستين. اوكي، اسمح لي ولكن تفضل. صراحه هو الا بنا نهضروا في يعني من الجانب ديال يعني من هذا الجانب علاش اختاروا هما هذا الكوانتيتي اوفر كواليتي. واخا راه كاين الكواليتي بطبيعه الحال، راه كاين الكواليتي، ولكن الكوانتيتي از stressed. لان اصلا عمل المترجم داكشي اللي كيتوقع اللي كي يتسناك من بعد هو هذاك الشيء اصلا. اي حد خاصك دابا تخلص على طبيعة داك المادة، الستريس. طبيعة المادة. طبيعه الماده. تماما. اذا داكشي اللي كيتسناك من بعد as a translator or as an interpreter هو انك تكون في ستريس. نسو كاينة داخلية؟ لا، ما كاينش شي داخلية لا لا، صراحه ما كاينش داخليه. يعني الشيء اللي قلت لك انا راه واحد التشالنج هو الاول هو انك يعني خاص تمشي تخلي وتقلب على تخلي الكرا تاني تماك، تماما اي. وتلقى مع من تكري وهادي اي تبقى سي. مع تكري، خاصك تشوف فين غادي تكري، واش بعيده واش قريبه واش غالي واش كذا. فهمت. كي دوزناها في لافاك نفس داك الشيء، هو بمستوى عالي اخر تاني. تماما ايوا، بكل مقام مقال وصافي. ابسولوتلي، وتبقى تجربة رائعة بطبيعة الحال، لا غبار في صراحه ذلك. صراحه. ولكن الانسان كيتكون يعني تكوين حقيقي ماشي عاوتاني. التكوين هو بدون شك. ما عندكش فكرة، أنا ما عرفش دابا حتى باقي في الجانب النظري.
واش عندك فكرة على الماركت بليس كي دايرة في خصوص المترجمين؟ انا على ما حسب ما قالوا لي، على حسب ما تلاقيت مع جوج ثلاثة، دابا ثلاث المترجمين اللي تلاقيت معاهم في سوق العمل في واحد لوطيل في كيليز هنايا، كانوا خدامين على ما حسب ما قالوا لي. ودي راه ما كاينش، ما تيبقاش عندك الوقت، خاص عيش شويه كتلقى الشركه ولا هادي مع متى تولي خدام صافي، الفلوس كاينه والوقت ما كاينش والراحه ما كايناش. تماما فعلا. والترجمة عندها عندها الخاصية هذه صراحة، آه. هو أنها فيها ستريس بزاف، ما كيبقاش الوقت، تولي مضغوط. وفعلا الإنسان إلا بقى حتى لقى واحد العمل، يعني مشيتي في هذا المجال. هو فيها واحد القضية اللي كنت قلتها لك في قبل ما نديروا اللايف السي أحمد، وأن الترجمة هي ديك بحال المهن اللي فيهم الغيزوطاج بزاف. أمم. اين فوا كدير واحد الشبكة ديال الشبكة ديالك، كتولي بطبيعة الحال ديماند عليك، فهمت. كيولي فعلا كيولي الضغط، ما كيبقاش عندك الوقت. فهمتي؟ فهمت. غير دير الناس وركين، صافي راه غتمشي مزيان. راه هي كتكوين زين الا كنتي سبيشال فيها، يعني خاص تكون متميز في داك الشيء اللي تدير. اي حاجه تديرها وتتبيع الإقامة، خاص تكون معلم في البيع تاع الإقامة. ما كاينش هذاك الشيء. لا طبعا باش الحال دير بلاصتك في السوق، باش دير بلاصتك في السوق، راه هذا فعلا هو الواقع. الواقع هو هذا. كاين اللي جالس فعلا اللي هادي ما قدرش يساير، راه دير بلاصتك وغادي تلقى فعلا الخدمة. راه الدراري دروك قال لك تبارك الله راه الفلوس كاينة، واكلين شاربين، ولكن الوقت ما كاينش. our life is not ours anymore. ولكن فعلا راه هما تماما. مستمتعين بها مادام اختاروا هذا الدومين. راه كاينه متعه، هذا تجي الوقيته تاع الكونجي وتيستراح لوحده صاحبي. والمطالعه فعلا تتبقى. السيد راه جالسين في القهوه ومن العومه من لابيسين طلع وجبد المحفظه وجبد هذاك الشيء تاع الطب، واحد الارتيكل تاع الطب، وما كاين يجلس ديكسيونير وداك الشيء يوميا. تصور قال لك راه يوميا هاد ثلاثه السوايع كدوز غير بها. دابا دابا انسايكلوبيديا السي راه. احمد انت شوف، دابا راه المعجم راه ضروري خاص يكون عندك. واو. آه. الانيس. ايوا شنو سبحان نقول الله. لك، دابا راه كتعلم هاد المهارات ضروري. ودابا الا ما كيبقاوش خديتي مجرد هاد. مهارات، هما تفضل. كيولي هوس، كيولي هوس. اه. كتولي انت الترجمه تتلتهمك، ما تتبقاش انت الترجمه، كتلتهمك، تولي كتولي الترجمه كتسمع عاد اي انت. حاجه. تمام، كتولي تسمع اي حاجه كتقول كيفاش غندير ليها، كيفاش اه. ممكن شي حاجه ما كتعرفهاش كتقول خصني نمشي نقلب هذه كيفاش غنتعامل معها الى اخره، آه. كيولي هوس. تمام. الله يعطيك الصحه ودي السي زكريا، بارك الله فيك. يس كلير يو هاف تو الوقت. نو وات يو وانت، هذه اول يعني حاجه. دابا نكتشف انا راسي اش بغيت، اش نقدر عليه، عاد ديك الساعه ندفع التخصص ديالي. تماما تماما فعلا، او داك الشغف ديال انك تعرف. ما تليقش ليه هذا الترجمه ولا شي حاجه تاع الكتابه ولا نهائيا هذه. نهائيا نو. It's not his نهائيا. cup of tea. اوف كورس Yeah, it's not نهائيا. their cup of tea. خويا زكريا بارك الله فيك. مرحبا مرحبا. الأسئلة ديالي كاملين جاوبتي عليهم. مرحبا محتاج غير دابا بخصوص، غير نقلب على بخصوص حاجة هذا، أخرى. تفضل تفضل. يعني غير إضافة فقط القضية ديال الاستعداد. أول حاجة قلت لك أنا هي الشغف، خاصك تكون عارف شنو بيتي. وثاني حاجة هو أنك في العطلة يخدم على ترجمة ديال النصوص الإعلامية والصحفية، يحاول يعني آه. يستعد باش to be acquainted with the material absolutely. you know. absolutely. إذا هذو هما النصائح صراحة. بارك الله فيك سي زكريا. مازال ندير معك مرحبا. شي لقاء إن شاء الله فاش تكون داخل معمعة سوق الشغل، إن باش شاء الله إن نقربوا الصورة أكثر. شاء الله. مرحبا السي عين أحمد، مرحبا. المتلقي. بارك الله مرة فيك خويا فرصة لي. زكريا. You're welcome.